انا ما اقدرش اجيب روايات او افكار كانت بتتعمل من 15 سنه اعملها دلوقتي. ليه؟ كل حاجه بتتغير، الالوان نفسها بتتغير، التلفزيون بيتغير، كل شيء في الدنيا بيتغير، رتم الكلام بيتغير. فما كانش ممثل ياخد باله ويبقى مرتبط جدا بمشاكل مجتمعه، لو انفصل عن المشاكل دي وما عاشهاش هو هينفصل بالتالي عن الناس. اهلا بيكم. انا محمد المصري، ودي حلقه جديده من قناه سينما أوديو. نجوميه عادل امام كانت وصلت لقمتها في بدايه الثمانينيات. اسباب كتير ادت لانه يكون النجم الاول للسينما في مصر، بس اهم سبب فيهم من وجهه نظري انه شبهنا. هو اصله ايه يعني؟ لا طويل ولا قصير، يعني لا طويل قوي ولا قصير قوي، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي، ولا اسود قوي ولا ابيض قوي، يعني زينا كده. وزي ما كان شبهنا في الشكل، كان شبهنا برضه في نوعيه الادوار. دايما هو شخص مطحون، الدنيا جايه عليه وبيواجه قوه اكبر منه. حضرة بجد حقيقي، حضرة في مليان يعني. بيحاول يتوائم معاه بالحيله والشطاره وبخفه الدم لحد سنه 83. زي ما انت دخلت هنا ازاي؟ اصل في صورة هتطلع لسيادتك في جورنال بكرة، مش هتلحق تشوفها. مش معقول! انت دمرت حياتي بالقانون بتاعك، ودلوقتي جه وقت القانون بتاعي. في رأيي إن سنتها كانت لحظة صياغة الجزء ده من مشروع عادل إمام. لما الشر يزيد عن حده ما ينفعش غير دي. إن الفرد هيواجه السلطة الاقتصادية أو المجتمعية أو السياسية، هيواجه وأحيانا هيثور. مش معنى كده إنه هيفلت قانونيا. كل الشخصيات في أفلام عادل إمام بتدفع ثمن أفعالها، بس اللقطة اللي بتفضل في ذاكرتنا لما بنخلص الفيلم هي سلام يا صاحبي، وبننسى خالص أي حاجة بعد كده. وطبعا الجزء ده من مشروع عادل إمام وصل لقمة نضجه الفني والفلسفي لما انضم له في بداية التسعينات اتنين من أكتر صناع مصر موهبة في اللحظة دي، وحيد حامد وشريف عرفة. مين بيحب اخوه؟ انا. مين بيحمي اخوه؟ انت. مين ينعل ابوه؟ انا. غلط. ايه هم؟ هو اولا تاليف وحيد حامد، وحيد حامد سيناريست كاتب محترم يعني. كان فيلم الحقيقه في وحيد حامد بحس انه كاتب جاد يعني، وتلاقي كل شخصياته ابطاله في الروايات دي فيها نوع من الثوره كده لذيذ يعني، انا احبه.